بيبدأ فيلم النهاردة على سفينة سنة 1900 ونزل منها كائنات فضائية في مصر، وقالوا للكاهن اللي كان مستنيهم إن الأرض في خطر والحرب جاية ولازم ياخدوا الأحجار لأنها ما بقتش في أمان. والكاهن قال له إن لو أخدتوا السلاح إحنا هنكون عزل. قال له بعد 300 سنة هنكون هنا، وأخدوا السلاح معاهم وطاروا. وبعد 300 سنة جه رئيس الأراضي الموحدة وظهر إن في جسم غريب في الفضاء، وكان في كاهن اسمه كورنيليوس قال لهم إن كل ما تضربوه هيزيد حجمه. وفعلا كلامه حصل واتحرك الجسم ده اللي عامل زي كرة اللهب ناحية السفينة، والرئيس قال لهم يمشوا بالسفينة بس الكوكب كلها. ظهر بعد كده واحد اسمه كوربن دالاس وكان بيسوق تاكسي بتاع واحد صاحبه، وقال لهم الكاهن ان الكوكب ده هدفه إبادة الحياة، وان الحل الوحيد هو سلاح لهزيمة الشر. وبدأ يشرح لهم الأسطورة وان السلاح ده موجود لحماية الحياة. وفي اللحظة دي كانت سفينة الناس اللي معاهم السلاح وصلت، بس جه سفينتين ودمروها وانفجرت السفينة، ومفيش غير واحد بس نجي من السفينة، فخدوه وعملوا له عملية عشان يرجعوه. وبدأت عملية التنشيط، وفي الآخر ظهرت بنت جميلة جدا وكانت هي دي السلاح واسمها العنصر الخامس. أول ما فاقت اتكلمت بلغة غريبة وهربت من القفص وجريوا وراها، بس هي نطت من المبنى ووقعت في التاكسي بتاع كوربن، والشرطة بتجري وراها وطردوا التاكسي، وكان كوربن هيسلمها بس صعبت عليه في الآخر وهرب منهم وطردوه كتير قوي. ولما وقف بالتاكسي قالت له كورنيليوس الكاهن، وفقدت الوعي على طول. خدها وراح لكورنيليوس وعرفها كورنيليوس من الوشم اللي على ايدها، وحاول يفوقها كوربن وحاول يبوسها، فوجهت السلاح ناحيته، اداها الكارت بتاعه وقالت له ان اسمها ليلو. ولما جه الكاهن طرده، ولما سألها الكاهن عن الأحجار قالت له انهم اتسرقوا بس هي تعرف مكانهم. وظهر واحد اسمه أكنو وكان عاوز يسرق الأحجار لصالح شخص تاني، ولما راحوا له وراهم أسلحة جبارة وطلب منهم الأحجار. لما فتح الصندوق قال لهم انه فاضي. وليلو قالت للكاهن ان الجارديان ادت الأحجار لواحد ثقة وانها بتدور على عنوانه، ولقيته في كوكب اسمه فهلستون. وجم جنود وخدوا الكاهن اللي اسمه زور اللي كان عاوز يعرف فين الأحجار. رفض الكاهن يعرفه مكانها، وقفت حبة كريس في حلقه. ولما أنقذ حياته الكاهن سابه ومشاه. ولما سأل الرئيس عن الأحجار قالوا له إنها مع مغنية في فهلستون، والرئيس قال لهم عاوز شخص واحد بس علشان يجيب الأحجار. وظابط الجيش اللي معاه قال له إنه عنده واحد. كوربن أمه كلمته في التليفون وزعلانة قوي وقالت له أنت كسبت رحلة لجنة فهلستون لشخصين وما قلتليش. طبعا هو مش عارف هي بتتكلم عن إيه. ولما خبط الباب قفل مع أمه لما جاله الجنرال وقال له أنت في مهمة للحفاظ على العالم، هتروح جنة فهلستون وتجيب 4 أحجار من المغنية وهتاخد شخص معاك. وراله واحدة تخينة قوي ورن جرس الباب لقاها ليلو، وخبى الجنرال والعساكر اللي معاه في التلاجة. ولما فتح جاله الكاهن وصوب عليه المسدس وعاوز ياخد منه تذاكر السفر بتاعته. وساعتها كان في رجالة زور بيدوروا على كوربن علشان ياخدوا التذاكر كمان. خباهم كوربن لحد ما مشي، ولما طلعهم كانت ليلو فتحت الدش وغرقت نفسها، والكاهن كمان كان بيموت من الكيس اللي اتلف عليه. ولما راح يجهز قهوة الكاهن ضربه وخد التذاكر ومشي. والكاهن راح يبعت تلميذه مع ليلو على انه كوربن دالاس، فلحقهم كوربن الحقيقي. ولما لقى الكاهن تلميذه راح علشان يركب السفينة بأي شكل. لما وصل كوربن خدوه لواحد اسمه رود مذيع علشان يرحب بيه. مسكوا كوربن وقال له انه في مهمة ومش عايز حد يعطله خالص. وزورج كمان كان عايز الأحجار علشان واحد كان بيهدده اسمه شادو. ولما كلمه بالتليفون كان الكوكب هو اللي بيكلمه ومش عارف ازاي. ولما سألوا عن الأحجار قال له ان انا هجيبهم. ولما وصلت السفينة للفندق احتفلوا بيهم سكانها. ولما وصلت المغنية للجناح بتاعها خلت الوظيفة بتاعتها تبلغ رسالة لكوربن ان الأحجار معاها وهتسلمهم له. مشي كوربن مع روبي، وبعد ما عمل البرنامج بتاعه قعدوا في اماكنهم علشان المغنية تغني. بدأت المغنية تغني اغنية اوبرالي وما كنتش فاهم حاجة خالص، بس الاغنية كانت جميلة واستمتع بيها كل الحاضرين حتى ليلو. ودخلت سفينة زورج على انها في ورطة. ولما دخلوا رجالة زورج جناح المغنية قتلوا اللي فيها ودوروا على الصندوق، وشافتهم ليلو. ولما لقوا الصندوق دخلت عليهم ليلو وقعدت تضرب فيهم على انغام الموسيقى. ولما خلصت عليهم خدت الصندوق وجاية تطلع لقت زورج قدامها، وخد الصندوق منها حاول يقتلها وضرب نار كتير. وبدأ رجالة زورج كمان يقتلوا الناس اللي في القاعة. واتصابت المغنية ووقعت، ومسكها كوربن وسط الذعر اللي كان في المكان. وقبل ما يطلع زورج بالصندوق حط قنبلة كبيرة. وقالت المغنية لكوربن ياخد الأحجار ويديها للعنصر الخامس ليلو، وإنها محتاجة مساعدته والحب كمان. ولما فتح زورج الصندوق لقى فاضي وبدأ يرجع تاني. ولما سأل كوربن المغنية عن الأحجار قالت له إن الأحجار فيها وماتت بعد كده. ولما دخل إيده في جسمها طلع الأحجار وحطها في كيس واداهم لرود، وبدأ يقتل في رجالة زورج، وكانت ملحمة كبيرة. ولما حصروه استسلم وقال لهم أنا في أجازة. ونط كوربن تحت وعلق واحد فيهم اللي خلص على أصحابه وخد منه السلاح وخلص على الباقي، وخد قنبلة وعلقها في السقف فجر الباقيين. وراح غرفة التحكم بتاعة الفندق لقى فيها باقي رجالة زورج وخلص على زعيمهم واستسلم الباقي. ودور على ليلو ولقاها مصابة وشالها ومشي بيها وخرج من الفندق. وقبل ما يخرج دخل زورج المكان
قنبلة علشان يعطلها، ولما تعطلت واحد من رجالته فعل قنبلة تاني، ومشي كوربن بالسفينة بتاعته والكل جري من الفندق وانفجرت القنبلة. وكلم الرئيس كوربن وقال له ان كوكب النار رايح ناحية الارض وقدامه ساعتين بس. وصل كوربن واللي معاه للمعبد اللي في مصر ووزعوا الاحجار في اماكنها وحطوا ليلو في النص، وسألها كوربن نفتح الحجارة ازاي؟ قالت له قعدوا يفكروا وفي الاخر فتحوها. صح ليلو، ولما سألته انقذهم ليه؟ انا معرفش الحب، انا عشان الحماية بس. قال لها انا محتاجك، وفي الاخر قال لها انا بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك. وفي لحظة اشتغلت وطلعت شعاع كبير ودمرت كوكب النار. انتهى الكابوس في لحظة وحمت ليلو الارض، واحتفل الرئيس ورجالته وراحوا يحتفلوا مع كوربن ويشكروه هو وليلو. دي كانت نهاية الفيلم يا شباب. يا رب تكونوا استمتعتوا بالقصة. لو عجبك الفيديو اشترك في القناة واعمل لايك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشير الفيديو لاصحابك. معاكم ممدوح من تمنايا فيلم.